تعالوا نعمل أحلى آيس كريم في 5 دقايق ده بالكتير أوي، بُصّوا بقى اللهم بارك ناعم جدًا ولونه رهيب وطعمه ومذاقه حلو جدًا. أنا كان عندي هنا أهو مانجا متفرّزة سِبتها كده وطلّعتها من الفريزر وسِبتها تفُك كده إلى حدٍ ما، وهانزل بيها في الخلاط من غير ولا مَيّة ولا سُكّر ولا أي حاجة. إحنا عايزين نضرب المانجا دي ضربًا مبرحًا لحد ما تكون بيوريه وناعمة جدًا. لو ما ضربتش معاكِ ضربتين في الخلاط ولقيتِ الخلاط بيقف، يبقى هي كده أهو لسه مجمّدة جامد، فأنتِ اضربيها في أي مفرمة عندِك. ابتديت إن أنا أعاير المانجا الحلوة دي، طلعوا بالضبط كوبايتين بالكوبايات المعيارية ومعلقة كبيرة، حلو جدًا، يعني لو أنتِ عملتِ 500 جرام من أي فاكهة مجمدة، هتحطي عليهم بالضبط 7 معالق كبار من كريم الشانتيه الخام. لو أنتِ مش هتجيبي كريم شانتيه خام، هاتي أي نوع كريم شانتيه أنتِ بتفضليه زي دريم ويب أو أي نوع كريم شانتيه، وحطي منهم كيسين أو عادي بالضبط 7 معالق كبار من كريم الشانتيه. ممكن تحطي في المرحلة دي سكر بودر على حسب الرغبة، يعني من معلقتين ل3 معالق كبيرة، وممكن كمان تحطي زي كده أهو عسل أبيض علشان نحتفظ بطعم المانجا الحلوة دي وطعم الكريمة الرهيبة دي. طبعًا أنا حطيت له لون غذائي كده أهو، لون واحد بس، لون أورنج كده أهو، نقطة خفيفة عشان تدّيني لون المانجا دي، لإن إحنا لمّا حطينا لها الكريمة بدأت لونها يفتح. وبعد كده حطيتها في كيس تلاجة وحبيتها بقى في الأكواب الحلوة دي. ذكر النهارده سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، بعد 6 ساعات هتبقى بالشكل الرهيب ده.